السلام عليكم شبابنا طيبة، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد، وبهذا الفيديو عن صرف رواتب الموظفين بتاريخ 26/9/2024. فاللي اتمنى من عندكم مشاهدة الفيديو للنهاية، ولا تنسى تضغط لايك للفيديو والاشتراك بالقناة على مود توصلك جديد الفيديوهات. تم صرف رواتب مشروع ماء صحراء الغربية، وزارة الكهرباء إنتاج كهرباء الشمال، وزارة الكهرباء شركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة إنتاج كهرباء المنطقة الوسطى، وزارة الداخلية شرطة ديالى، وزارة الكهرباء شركة توزيع كهرباء الجنوب، وزارة الزراعة مديرية زراعة بغداد. تم صرف الرواتب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وزارة الصناعة والمعادن مصنع النعمان للصناعات الإنشائية، المديرية العامة للتنمية الصناعية. تم صرف رواتب مديرية ماء واسط. تم صرف رواتب وزارة الداخلية شرطة طاقة الكهرباء، مديرية تربية الديوانية، وزارة الصناعة والمعادن شركة أور، وزارة الداخلية قيادة شرطة ذي قار، وزارة الكهرباء الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، وزارة الداخلية قيادة شرطة الديوانية. تم صرف رواتب وزارة الموارد المائية تشغيل مشاريع الري والبز الواسط، مديرية الموارد المائية البصرة، مديرية الموارد المائية كركوك، ميسان، المثنى والفلوجة. كذلك تم صرف رواتب الهيئة العامة للسدود والخزانات المقر، مديرية الموارد المائية نينوى، مشاريع الري والبز البابل، مديرية الموارد المائية كركوك البصرة، مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة، وزارة الموارد المائية مديرية الموارد المائية ديالى، وزارة الداخلية قيادة شرطة النجف، مدير تربية كربلاء، مدير تربية بابل، مديرية ماء البصرة، دائرة صحة النجف، وزارة الكهرباء شركة توزيع كهرباء ديالى. تم صرف الرواتب التابعة لوزارة الداخلية شرطة الطاقة شؤون الأحوال المدنية، شرطة محافظة بغداد، مقر وزارة الداخلية، المرور العامة، مديرية مرور الرصافة، مديرية مرور الكرخ، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، مكتب المعلومات المركزي، وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مديرية شؤون الإقامة، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة محافظة بابل، قيادة قوات حرس الحدود المقر، دفاع المدني الرصافة، وزارة العدل دائرة التنفيذ الديوانية، وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري المدائن، وزارة الموارد المائية الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح بغداد، مديرية الموارد المائية الهيئة العامة للمياه الجوفية كركوك، الجامعة العراقية الرئاسة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة جامعة بغداد محافظة بغداد، الإدارة العامة والمحلية، مؤسسة الشهداء مديرية الشهداء المقر، مديرية بلدية محافظة الأنبار بلدية الأنبار، مؤسسة الشهداء مديرية الشهداء بابل وواسط وميسان والرصافة وكركوك، وزارة الكهرباء شركة توزيع كهرباء ديالى، وزارة الكهرباء الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، وشركة توزيع كهرباء واسط، وزارة الداخلية شرطة بابل، وزارة الصحة دائرة صحة بغداد الكرخ، المستشفيات. تم صرف رواتب وزارة التعليم العالي جامعة بغداد الهندسة، جامعة بغداد الرئاسة، جامعة بغداد العلوم السياسية، جامعة بغداد كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد كلية ابن رشد، جامعة الفرات الأوسط التقنية، المعهد التقني مسيب، جامعة بغداد مركز التخطيط الحضري، جامعة الفرات الأوسط المعهد التقني نجف، جامعة الفرات الأوسط التقنية الإدارية والمالية، جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني بابل، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقر الوزارة، جامعة بغداد كلية الطب الكندي، جامعة بغداد المعهد العالي للمحاسبة، جامعة بغداد الإعلام، جامعة بغداد المكتبة المركزية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة جامعة ميسان، الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني بصرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة جامعة المثنى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية، جامعة بغداد الهندسة الوراثية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد الكرخ للعلوم، رئاسة جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جامعة بغداد هندسة الخوارزمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة جامعة البصرة. تم صرف الرواتب التابعة إلى مصرف عاشور الدولي، لواء حدود الرابعة قيادة شرطة ديالى، لواء المغاور الحدود شرطة الكهرباء، جامعة النهرين كلية الهندسة، مركز ابن البيطار التخصصي، محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية قيادة شرطة محافظة المثنى، تاج الطاقة النجيبية، حرس الحدود لواء الثاني
أربيل. إنتاج كهرباء الشمال، قيادة الشرطة ذي قار، كلية الشرطة، مجلس قضاء استئناف الرصافة، مستشفى الكرخ العام، كلية الإدارة والاقتصاد، وزارة الكهرباء دور الحرارية، الجهاز المركزي للإحصاء، صحة الكرخ، قطاع المحمودية، لواء حدود ال15، مرور صلاح الدين، مستشفى أطفال الكاظمية، حماية المنشآت والشخصيات، كلية الطب الكندي، شرطة بغداد الرصافة، وزارة التعليم العالي، قيادة شرطة الديوانية، مقر حرس الحدود الثاني، شرطة محافظة بابل. لهنا يا شباب ينتهي وقت الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.